هذا هو ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل يد الحنة. 1. إصرار وفاء على التدريب. الحلقة بدات بوفاء وهي كتحاول ترجع للتدريب وخا يدها باقية مريضة. كانت كتحس بالوجع ولكن الإصرار ديالها خلاها تخرج تجري وتتدرب بوحدها وخا كلشي خايف عليها. 2. إبراهيم ومحاولات الصلح. إبراهيم الأب حاول يرجع يتقرب من العائلة، مشى لدار وفاء وحاول يهضر مع أحمد خوها ورحمة، ولكن أحمد كان قاصح معاه وما بقاش تايق فيه بسبب داكشي اللي دار الوفاء في المواجهات السابقة. إبراهيم كيدعي أنه نادم وباغي يجمع شتات العائلة. 3. التحقيقات والشرطة. البوليس مشاو عند إبراهيم ووراوه تصويرة ديال السعدية اللي لقاوها مقتولة في واحد الخلاء. إبراهيم تصدم ونكر باللي عنده علاقة بها، ولكن المفتش كان كيسول بزاف على حسن وعلاقته بإبراهيم. 4. صراع إبراهيم وحسن. إبراهيم تلاقى بحسن في الكراج ووقع بيناتهم نقاش حاد. إبراهيم بغى يقطع علاقته به نهائياً، ولكن حسن هدده وقال ليه انت ديالي وما غاديش نخليك تمشي، الشيء اللي خلى إبراهيم يهدده بالذبيح إلى قرب لولادو. 5. فضيحة يوسف في لاسيل. زياد المدرب اكتشف باللي يوسف كان هو العين ديال حسن وعمر في وسط النادي، وكان كيوصل لهم الخبار ديال وفاء وزياد. زياد مرحموش وجراه عليه من النادي قدام كل شيء، الشيء اللي خلى يوسف يحس بالندم ولكن بعد فوات الأوان. 6. قصة مهدي والخاتم. مهدي كان فرحان وباغي يخطب البنت اللي كيبغي وشرى الخاتم ووجد راسو، ولكن ملي كان معاها في الدار دخل الأب ديالها ووقع مشكل كبير ورفض الأب هاد الزواج، الشيء اللي دمر مهدي وجعله يقرر يبعد على هاد المشاكل. 7. حالة عبد الرحمن في السبيطار. عبد الرحمن المدرب القديم مازال في غيبوبة في السبيطار، وزياد كيمشي عنده ديما كيعاود ليه شنو واقع وكيبين الندم ديالو حيت ما سمعش ليه من قبل. في الاخر ديال الحلقة عبد الرحمن بدا كيعطي إشارات أنه يقدر يفيق. 8. هروب حسن. البوليس داهموا الكراج ديال حسن باش يشدوه، ولكن حسن كان ذكي وقدر يهرب في آخر لحظة من الباب اللوراني وبقى غابر على الأنظار. نهاية الحلقة سالات برجوع وفاء لنادي التدريب، وقررت هي وزياد يكملوا الطريق وخا يدها مضرورة باش توجد للبطولة اللي بقات لها غير شهر واحد.